السلام عليكم. اليوم المشاركة ديال الكوتي ولا كسكروت. حضرت جوج ديال الكيكات، وحده بالشوكولات وحده على شكل طورطة بالتفاح والفواكه المجففة. كيجو زوينين وخفاف، مع كويس ديال اتاي. وبالنسبة لهذه اللي حضرت بالكاكاو درت ليها لاصوص ديال الشوكولات، جات زوينة وزوقتها بشويه ديال الشوكولات، والداخل ديالها درت فيها شويه ديال اللوز والكركاع. كيجو خفاف وكيجو زوينين. ولا بغيتو البنات الكيكه تجيكم زوينه ضروري في الاخر، حيت كتكونوا توجدوا الكيكه ديروا فيها واحد المعلقه ديال الخل، راه كتجي هشيشه وكتجي فتيه بزاف. والمقادير ديال الكيكه راه ساهلين، غير 4 البيضات وكاس ديال الحليب، كاس ديال عصير الليمون، كاس لارو ديال الزيت، وكاس ديال السكر حبيبات، وواحد جوج خمارات حمرين من فئة 8 غرام. والخليط كيبقى دائما على حسب الخليط، كتهز لكم واحد 3 الكيسان ونص حتى 4 الكيسان ديال الدقيق. ومن بعد كتضيفوا واحد المعلقة ديال الخل. وبالنسبة للتنسيم ممكن ديروا الفاني ولا قشور الليمون ولا قشور الحامض. والتزيين كيبقى اختياري كما قلت لكم، ممكن ديروا فواكه مجففة ولا الشوكولات ولا اللي كان متوفر. الأهم هو كما كنقولوا هو المقادير ديال الكيك اللي كيكونوا زوينين. وكاين اللي كيدير فيها نشا، انا ما كنديرش نشا، كندير غير دقيق عادي، وهي كتجي كما كتشوفوا البنات كتجي خفيفه، وكتجي خفيفه بزاف كيف القطن. وحتى في الطليع كطلع. نتمنى تجربوا هاد الكيكات. والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.